و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسات 19 و20 و21 من أكتوبر. كما قررت المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقع الجلسات التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وكذلك حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات، وذلك حفاظا على الأمن القومي. أقسم بالله العظيم بأن أؤدي بالذمة والأمانة والعدل مهمتي المنتدب من قبل المحكمة بأداء اليمين القانونية للجان المشكلة للتحقيق في وقائع الفساد المالي وقتل المتظاهرين. بدأت الجلسة السابعة لمحاكمة مبارك ورفاقه. المستشار كامل الرشيدي حرص ألا يكون لأعضاء اللجان سابق صلة بموضوع الدعوة لضمان الحيدة في إعداد التقارير الفنية. تم إيداع تقرير بتاريخ 14/4. لا شأن لنا بالتقرير لو سمحت. لك رأي في الأوراق؟ خلاص نستأذنك سلم الورق مع حضرتك ونستأذنك في الجلوس. شاكر على المحكمة. شاكر فضلك. احنا اللي بنشكرك على حضورك وعلى أمانتك. اللجان الثلاث سماها رئيس المحكمة بأسماء إعلامية: الأولى لجنة الفيلات، والثانية لجنة تصدير الغاز، والثالثة الأسلحة والذخائر. المحكمة استجابت أخيرا لندب هذه اللجنة لبيان عما إذا كانت الأسلحة التي خرجت من قطاعات المختلفة للأمن المركزي قد خرجت بها أسلحة نارية في أماكن التظاهرات أم في أماكن ثابتة منذ عشرات السنين، فلذلك استجابت المحكمة لهذا الطلب. أما لجنة تصدير الغاز فمهمتها التأكد من سلامة العقود وأن أسعار التصدير كانت وفقا للأسعار السائدة آنذاك. ولجنة الفيلات لم تختلف كثيرا من حيث المهمة. هي مأمورية اللجنة ما هي الحالة التي كانت عليها الفيلات والأسعار السائدة في ذلك الوقت، وكيف تم التخصيص سواء لرئيس الجمهورية أو لغيره من الأشخاص إلى آخر ما جاء بالحكم. وهي مسألة سبق للدفاع طرحها على المحكمة بهيئة سابقة، ولكن لم تستجب لأنها قضت بانقضاء الدعوة الجنائية فيها فلم تتعرض إلى الموضوع. على أهمية اللجان الثلاث التي شكلتها محكمة قضية القرن لإعداد تقارير فنية في وقائع الفساد المالي وقتل المتظاهرين، إلا أنه وبحسب القانونيين تبقى آراء تلك اللجان استشارية غير ملزمة للمحكمة أن تأخذ بها أو تنحيها جانبا. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. وكانت جلسة اليوم لمحاكمة القرن قد تم نقلها إلى قاعة أخرى بسبب أعمال التطوير التي تتم في القاعة الكبرى بأكاديمية الشرطة، والتي كانت تنقل الجلسات السابقة، حيث يقوم فريق من المهندسين والفنيين بإنهاء أعمال التطوير. باشمهندس سيد شندي هو المشرف على عملية تنفيذ فصل القاعة إلى قاعتين. باشمهندس، يعني هذه العملية كيف نضمن أن لا يحدث شوشرة من جانب القاعة الأخرى؟